مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. welcome back in my channel. كيف حالكم؟ طيبين؟ ايش اخباركم؟ اليوم الفيديو سلس وسهل وان شاء الله تفهمونه بسرعة. انا ما راح اطول عليكم. البرنامج مثل ما هو موضح، او الفيديو يتكلم عن البرنامج الموضح في عنوان الفيديو اللي هو لايك كارت. برنامج لايك كارت كيفية استخدامه، طريقة استخدامه مع البنوك. هشرح لكم، بما اني انا سعودية في السعودية هشرح لكم طريقة استخدامه مثلا مع بنك الراجحي، الاهلي، عن اي بنك اخر. لو كنت او كنتي بتشحني وانتي ما معك مبلغ نقدي، او ما يمديك تروح بقالة او سوبر ماركت قريب، فتقدري تستخدمي هالبرنامج او تستخدم هالبرنامج. البرنامج انك تفتحونه وتسجلون فيه ايميل، اسم، باسورد اللي هو النيم والنمبر، الباسورد والايميل. حتضيفون حتسوون يعني تسجيل جديد. طبعا انا حكون مسجلة من قبل، فراح ادخل على طول على حسابي وراح اشرح لكم منه. طبعا انتم تعرفون تستخدمون مصرف الراجحي او مصرف الاهلي من الجوال، طريقة التحويلات هذه كلها انتم عارفينها، ما يحتاج. انا بس راح اشرح لكم يعني انتم راح تحولون على حساب واحد من الحسابات الموجودة هنا في هالبرنامج. يعني مثلا انتم بنككم الراجحي هو عنده بنك راجحي، انتم بنككم مثلا الاهلي هو عنده حساب لبنك الاهلي، مثلا انتم بنككم الانماء هو عنده حساب لبنك الانماء، عارفين؟ الرياض وهكذا. فانتم راح تضيفون احد البنوك اللي موجودة عندكم وموجودة عنده بالضبط، حتضيفونها بحسابكم في المصرف الهاتفي في جوالكم. اوكي، بعد كذا بعد ما تضيفون الحساب راح اوريكم انا خطوة بخطوة. بعد ما تضيفون الحساب راح تحولون المبلغ المطلوب. مثلا انتم بتشترون بطاقة شحن ب16 ريال STC، ايش حتسوون؟ تحولون شحن 10 ريال. طبعا هذا انا حسابي، انا راح اسجل خروج منه، فما ضبط معايا. حاولت اسجل خروج منه عفوا، او اسوي حساب جديد، فما ضبط معايا لاني ما عندي ايميلي خلاص سجلت به وانتهى. بس حوريكم تجربة، حتسوون تسجيل دخول جديد وحتحطون ايميل وباسورد والحركات هذه كلها حتسوونها، وبعد كذا حتدخلون. فانا ما راح اسوي حساب جديد لانه ما تضبط معايا، لاني ما عندي ايميلي خلاص استخدمته. حتسوون انتم هذه الامور، انتم تعرفونها وما يحتاج. انا راح ادخل بحسابي الاساسي، انا عاملة بصمة، راح ادخل بالبصمة. يعني اي رقم سري عندي ما يحتاج اني اكتبه، فيكون بصمة اصبعي خلاص. شايفين الاسم الاول، الاسم الثاني اللي هو البريد الالكتروني، كلمة مرور، تأكيد كلمة مرور. هتشوفون الدول الموجودة فيها هالبرنامج عفوا. شايفين العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، السعودية، المملكة المتحدة، كل هذه فيها البرنامج وأقدر أستخدم منها. هتحطون دولتكم، أوكي، وحتحطون موافق ورقم الجوال، تمام. أنا هذا يعني كتبت كذا هالاسم عشوائي، سارة مثلا، فهد مثلا، بريد الكتروني انا حطيته من عندي، فما راح يضبط معايا لانه البريد الالكتروني مش صحيح. انتوا راح تكتبون بريد الكتروني صحيح وحتضيفون كل شيء، حتكتبون يعني تدخلون حتحطون حسابكم، ايميلكم، كل شيء راح يضبط معاكم ان شاء الله. المهم بعد كذا انتقل المرحلة اللي بعدها.
هنا طبعا ما ضبط معاي لأن الإيميل مو صحيح، فيعني أنتم راح تضبطون أموركم، راح تضبطون كل شيء. فأنا راح أدخل على حسابي، يعني ما راح أقروشكم كذا، راح أدخل على الحساب اللي عندي. عفوا بعض الأحيان يعني تعقد شوي. راح أدخل على حسابي بالبصمة أفضل. أوكي، هذا حسابي. شايفين النقاط الموجودة عندي اللي فوق 200 وأظن 53 أو شي كذا، هذه عشان أنا اشتريت معنا بكذا مرة، هم يعطونك نقاط وبهذه النقاط تقدرون تشترون من عندهم. شايفين اللي فوق كاتبين لكم 50 طاقة شحن، لو أبغاها أضيفها إلى السلة أو يعني أشتريها. أنا قاعدة أحركها لكم، شايفينها فوق 50 وكذا. وهذه تقدرون تشترون جوجل بلاي، تقدرون تشترون فيسبوك، ايتونز، اكس بوكس، anything يعني، سكاي بي، امازون، البالتيك، يعني اي شيء انتم تبون تشحنونه من هنا تقدرون تشحنون. موبايلي، شحن موبايلي 30 مرسول، زهلها، كل شيء موجود تقدرون تشترون منه. عندهم عروض كمان، يعني أي شيء تبون تشترونه من هنا كأنه بقالة، يعني كأنه بقالة أو أكثر كمان. يعني بعض الأحيان بقالة أو السوبر ماركت ما تحصلون فيه هالأشياء. أوكي، طيب هنا يقول لك البلد، مثلا أنا في السعودية، في الإمارات، في الأردن، أنا أبغى شحن من هذه الموجودة، الدول الموجودة. هضغط أنا مثلا هنا السعودية، هضغط على السعودية، أشوف الشحن الموجود بالسعودية واشتري، أشوف إيش أبغى 16 سوا، أبغى 10 موبايلي، أبغى 10 زين، أي شيء. يعني ما يحتاج إني أتعب نفسي وراح السوبر واشتري وكذا وأنا مثلا ما معي في يدي مبلغ كافي. شايفين بطاقة شحن السعودية، هفتحها في سوا STC اللي هي 16 20، طبعا مع الضرائب شايفينها على جنب بالأزرق، 50 52 100 105، 15 موبايلي، 130 زين، وفيرجن وغيرها كلها موجودة. أنا أشحن اللي أنا أبغاه، ممكن أكرر العملية مرتين، مثلا أنا أبغى 200 مو موجود 200، أضغط 100 مرتين واشتري، يعني عادي. بس أهم شيء أضيف المبلغ المطلوب مع الضريبة. يعني لو 200 مثلا، 200 مثلا خلينا نقول 100 105، 200 مثلا خلينا نقول على حسب الشركة. 200 مثلا حنقول 210، حضيف حوالة بنكية اللي هي 210. أنا هنا اخترت 16 سوا وأضفتها إلى السلة، إضافة إلى السلة، تمام، خطوة بخطوة. رجعت أضفت اللي هي 16 STC إلى السلة وخرجت. هشرح لكم الحين بالتفصيل. تمام، طيب هذه البنوك، شايفين البنوك الموجودة؟ هذه هي البنوك: العربي، البلاد، ساب، بنك مسقط، الجزيرة، هذه البنوك الموجودة. عفوا، أنا عندي الراجحي، حضيف هذا إلى بنك الراجحي، مؤسسة أبعاد الجيل لتقنية المعلومات، إلى هذا رقم حسابهم، حضيفه. مثلا أنا عندي مصرف الراجحي، حضيف هذولا اللي هو مؤسسة أبعاد إلى مصرفي الراجحي عشان أقدر أحول لهم أي مبلغ أبغاه. يعني مثلا أنا بشتري بطاقة ب16 ريال، أحولهم من مصرف الراجحي
إلى مؤسسة أبعاد هذه 16 ريال وأشتري فيها شحن. نقطة مهمة اللي راح أوضحها لكم إنه لازم تشترون بالمبلغ كامل. يعني أنتم لو حطيتوا 16 ريال، حولتوا 16 ريال إلى هذا الحساب من مصرفكم، راجحي، أهلي، أنماء، أي شيء، أضفتوه كل شيء تمام مثل ما تضيفوه مستفيد، بعد كده حولتوا مثلا 16 ريال واشتريتوا بطاقة ب16 ريال، تمام، خلاص يعني لازم تشتروا بالمبلغ كامل. أما تحولوا 16 وتشتروا ب10 ما ينفع. مثلا حولتوا 16 وغيرتوا تبون تشحنون موبايلي، ارجعوا حولوا كمان، لأنه موبايلي ب10 ريال، فارجعوا حولوا 10 ريال 4 ريال ثانية واشتروا 20 مثلا موبايلي كذا. أوكي، أهم شيء ما تخلون شيء يبقى. هذه البنوك الموجودة المتوفرة. حنروح نشوف سلة المشتريات، عارفينها عربة المشتريات هذه، شايفين أنا اشتريت 16 سوا. لو ما أبغاها، شايفين سلة الحذف الحمراء، أحذفها عادي، تمام. أوكي، أقدر أزيدها 16، شايفين علامة الزايد وعلامة الناقص هذه، يعني أنا أقدر أنقص لو كانت بطاقتين، أشيل واحدة منها ما أبغاها. لو كانت أبا 2 16 حيكون 32 ريال، يعني هحول لهم 32 ريال، هحول لمؤسسة أبعاد هذه 32 ريال واشتري مع الضرائب طبعا. 16 طبعا ما فيها ضريبة، بس لو أي بطاقة شحن ثانية فيها ضريبة هحول مع الضرائب، يعني دققوا. أوكي، حشيل أنا هروح للحسابات البنكية اللي هو هذا لو كان بنك أهلي مثلا، بنك أنماء، هحول لهم المبلغ على هذه البنوك. يعني أنا لو بتعامل مثلا مع الأنماء، هحول من الأنماء تبعي إلى الأنماء حقهم اللي هو تبعهم، وحول المبلغ اللي نبغاه. المهم يعني هذا عملية التحويل انتوا عارفينها وسهلة، يعني ما تحتاج. فأوكي، الحين لو اشتريت سوا 16، ايش حسوي عشان اشتري هذه السوا 16؟ اوكي، ايش حسوي؟ تابعوا طريقة معايا، كل شيء هيوضح لكم. طبعا أنا حروح لعملية الدفع، خلاص أنا بشتري، هروح لعملية الدفع. طيب كيف طريقة الدفع؟ مثلا أنا تحويل بنكي، فيزا، أنا كيف دفعت لهم؟ كيف حولت لهم 16 ريال؟ عن طريق تحويل بنكي مثلا، أو فيزا، أو مدى، كلها هذه. طيب أنا حولت لهم من فين؟ أنا حولت لهم من مصرف الراجحي، حضغط على مصرف الراجحي، أنا حولت لهم الحوالة، أو ممكن قبل لا ما أحول لهم إلا لما أجي أخذ المعلومات أول بأول. طيب أنا حولت لهم من وين؟ من مثلا من الراجحي، حضغط على الراجحي، هذا حسابهم في الراجحي طبعا، تمام مضبوط. أصور الحوالة البنكية، هذه النقطة لا تنسونها، صوروا الحوالة البنكية. يعني مثلا أنا حولت 16 ريال، صوروها، هطلع لكم هنا تحت في الصور ضمن جهازكم. صوروا الحوالة البنكية وضيفوها، شايفين؟ أضيف صورة الحوالة لازم عشان يثبت لهم ذا الموضوع، تمام. هتصورون الحوالة البنكية وتحطون إرسال، بس ما في أي مشكلة، شايفين؟ وهنا هذا طلبي، هذه عندي طلبات سابقة،
اللي اكتمل واللي ما اكتمل. شايفين طلبات السابقة؟ أعطوني شحن 30 اللي هي ب31، دفعت 31، أعطوني شحن ب100 اللي هي 105، أعطوني شحن ب16 ريال، أعطوني شحن زي كذا. يطلع لكم الطلب هنا تحت، رقم البطاقة تحت، وتشحنونها بس. شايفين كيف الطريقة يعني سهلة سهلة سهلة. ممكن اللي مو متعود عليها أو لسه ما جربها يشوفها صعبة، بس هي فعلا سهلة ومريحة وما تاخذ يعني هذاك الوقت. لو كان عندك حساب خلاص بسرعة تعمل الحوالات. هذه اكتمل الانتظار، انتم بتسألوني اكتمل هنا أنا شحنت ب30 315 اللي هي 300 ريال، وشحنت باللي قبل شوية وريتكم 130. هذه اكتملت كلها، لكن اللي قبل شوية ترى على فكرة يعني أنا ألغيتها، يعني ما نفذ الطلب. ليش؟ لأن كان حوالتي البنكية كانت أعلى من السعر اللي أنا أبغاه، فأضفت زيادة 8 ريال، حولت لهم زيادة 8 ريال، واشتريت زيادة شحن زيادة ب16 ريال ثاني. فاهمين علي؟ هنا نقاط، هذه النقاط تقدرون لما تكثر تستفيدون منها، تشحنون جوالاتكم مثلا شحن زين، شحن سوا، شحن ألعاب. المهم اللي تجمع لكم، النقاط اللي تتجمع لكم تقدرون تستفيدوا منها. أنا عندي 258 نقطة، ممكن لو شحنت المرة الجاية 300 400 فيعني أقدر أستفيد منها في أي شيء ثاني. عندهم هنا عروض يعني ما أدري إكس بوكس وكذا، هذه الأشياء تنفعكم وتنفع الشباب أكثر، حقت البلاي ستيشن والأشياء هذه. ممكن نقدر نشتري ايتونز احنا باي بال وهذه الأشياء. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإن شاء الله ما طولت عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية. ما أدري إن شاء الله واضح، إن شاء الله ما في أي تعقيد. الشرح سريع، ويعني بما أني كذا جالسة أو مستعدة للنوم قلت خليني أعطيكم هالمعلومة الحلوة، مع أني استفدت منها اليوم وعجبتني. وإن شاء الله تلقي في فيديو جاي. مع السلامة، باي باي.